ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده هنعمل مع بعض ديك رومي. طبعا كلكم مستغربين، انا ذات نفسي كنت مستغربه اول مره اعمل حاجه زي دي وكبيره عليا قوي. بص، هو ديك رومي ده آه بابا وماما اللي مربيينه. هو يعني ديك رومي ابيض بس في البيت. هو كان قبل التنظيف كان 8 كيلو ونص. بس بعد بقى ما تنضف وكده بقى 7 كيلو تقريبا يعني، فاهمين؟ احنا دلوقتي هعمل معاكم محلول. المحلول ده حطيت فيه خل، وحطيت فيه ملح، وفي حطيت كمان فلفل اسمر وقرنفل، وحطيت سكر. السكر ده علشان بيدوب نسيج اللحمة شوية بتاع الصدر بالذات. بيخليه طري كده ويستوي بسرعة. وحطيت ورق لورا، وحطيت عصرت 3 ليمونات. حطيت العصير بتاعهم وحطيت كمان القشر بتاعهم. وانا حطيت قشر برتقال بس بعد التصوير عشان نسيت. ماشي، ما تضحكوش عليا بقى. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيته. هو يعني كبير. أم يعني عبال ما لقيت حاجة مقاسه عشان احطه هتلاقوه اصلا ان هو المية اصلا مش مغطياه. بس انا كنت كل شوية بقلبه كده. دي التتبيلة بقى. التتبيلة دي بصل وطماطم وجزر وصلصة وفلفل أسمر وملح. وحطيت عسل نحل عشان بيطري، و3 علب زبادي. وحطيت توابل فراخ وتوابل اللي هي بتاعت أمريكا اللي أنا قلت لكم عليها دي. وكنت عصرة برتقان، وكنت حاطة جوز الطيب كمان. وحطيت زبدة على الخلطة دي. وطبعا الكبة بتاعت ماما كانت بعافية شوية. يا جماعة أنا كنت عند ماما، فالإمكانيات بعافية، بس ست الكل براحتها. فنشفت الديك رومي كويس قوي بالمناديل، ودي الخلطة. ورحت ماسكة الديك رومي كده بعد ما نشفته. رحت عاملاه بالفلفل الأسمر كتير. طبعا الحاج بابا كان معترض على الموضوع ده، قال لي هتغمقيه. بس أنا بالنسبة لي الفلفل الأسمر ده حياتي حياتي حياتي. مسكته دعكته كده. ولو انتوا واخدين بالكم ان في يعني نغز كده في الديك رومي او شرط، انا منغزاها بالسكينه. ومسكت الخلطه بقى، ورحت مدلكه بيها الديك الرومي كلها كده زي ما انتوا شايفين، عامله لها مساج. الديك الرومي اتعمل له مساج يا جماعه. هفضل اعمل كده، عملت كده كتير قوي. ده انا حاولت اسرع على قد ما اقدر. انا اسفه ده انا مش لابسه جلافز، بس بيخنقني جدا يا جماعه، بيخنقني جدا. حاولت بس فشلت. ومسكت اللي هي العامله بتاعه الشيش طاووق دي. وقعدت انغز بيها كتير قوي 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 الديك الرومي علشان اي حاجه تدخل فيه. تعالوا بقى هنا، انا كنت بعمل الرز بتاع الديك الرومي اللي جوه. حطيت بصله، 2 بصله، و2 كوبايه رز كبار، وفلفل اسمر وملح بس. وشوحتهم كده واخدوا نص تشويحه كده. وحطيت عليهم ميه وسبتهم يتسووا نص سوا. ده كان كاجو، رحت مطلعاهم وحمرته. ورحت حاطه زبيب على الرز بالمكسرات. وانا كده مسكت صينيه ورحت حاطه فيها بطاطس وجزر وبصل. وكنت شايله حته، يعني مش حته، كنت شايله طبق صغير من الخلطه. ورحت دعكاهم بيهم كده. على فكره الخضار ده احنا ما اكلناهوش. هو اصلا عبال ما الديك الرومي استوى كان هو الخضار ده مات، فاهمين؟ هو بس مجرد اخد غير طعم الديك الرومي من تحت. يعني انتوا فاهميني عايزه اقول لكم ايه؟ انا كل ده مجهزه ديك رومي من بالليل. يعني المحلول قعدت في الديك رومي قعد في المحلول اكتر من 4 5 ساعات. وكل ما هتكتر كل ما هيبقى احسن. ودعكته بالخلطه دي من بالليل وحطيته في التلاجة يعني من بالليل يا جماعه. انا بس خلطه الرز بتاعت الصبح بقى. انا حشيت كده ديك رومي وحطيته في كيس حراري. بابا كان جايب لي كيس حراري كبير كده، ورحت حاطاه. ده الرز البسمتي. جبت كيلو رز بسمتي كان عبارة عن 4 كوبايات يعني. وأنا كنت سلقة أصلا الرقبة والأنصة بتاعت الديك الرومي في بره. فأخدت الشوربة. عملت 4 كوبايات شوربة قصادهم 4 كوبايات مية. هنا أنا حطيت 4 معالق سكر وهعملهم كده بشوية مية صغيرين أكرملهم يعني. انتي لما بتكرمليهم
بعد كده بتحطي الشوربة وبتحطي المية. أنا حطيت كاري وحطيت عود قرفة وحطيت مكعب ماجي وحطيت ملح وفلفل وحطيت سمنة. بس في ناس تانية بتحط كذا حاجة للرز البسمتي المبهر ده. بس أنا بصراحة حطيت الكاري بس والقرفة. وهحط الرز بعد ما المية تغلي ايه تغلي. بس ده كان الرز البسمتي اللي انا هحطه حوالين الديك الرومي. هو اليوم ده كان يوم حلو قوي، كان عيد ميلاد مرات اخويا، فكنا عايزين، وده كان اول عيد ميلاد ليها بعد ما اتجوزت، فكنا عايزين نعمل حاجة حلوة. فكنا كلنا متجمعين عند ماما. لمة العيلة دي بقى بتبقى أحلى حاجة. كنا إحنا وأهل مرات أخويا، إحنا عيلة واحدة أصلا، يعني أنا مش هقول عيلتين. فكنا مبسوطين أوي، اليوم كان حلو. والأكل كان طعمه حلو باللمة، مش باللي أنا عاملة الديك الرومي أبدا يا جماعة. بس أنا كنت مقطعة الكبدة بتاعت الديك الرومي، وأنا قلت لكم في الأول إن أنا كنت سلقة القنصة مع الرقبة، عشان القنصة سواها رخم شوية. فأنا حطيت زبدة وسمنة ورحت مشوحة كده الكبدة بفلفل أسمر وملح، وبعد ما تاخد لون كده وتتسوى هحط القنصة اللي هي واخدة نص سوا، انتوا شايفينها هي حتى باينة انها مستوية يعني، وهشوحها كده. دي هجرنش بيها الرز البسمتي جنب الديك الرومي. وبعد ما الرز البسمتي استوى انا حطيت زبيب كده على الوش ورحت مغطياه يستوي على البخار. وبعد كده مسكت صينية بتاعت ماما الكبيرة دي ورحت حاطة فيها ورق فويل، ورحت حاطة بقى الرز البسمتي عليها كلها، ورحت حاطة ديك رومي في النص، ورحت جايبة، انا كنت عاملة مكسرات على جنب. انا اسفة طبعا على الاضاءة، عشان المطبخ عند ماما الاضاءة بتاعته وحشة جدا، عشان كده النور بيلعب. ورحت مجرنشة بالرز، ورحت حاطة مكسرات وحاطة الكبدة والقوانص، وقطعت طماطم وجزر وخيار زي ما انتوا شايفين. يا رب يعجبكم، اعملوا لي سبسكرايب يا جماعة وشير كتير، وفعلوا الجرس عشان كل حاجة اعملها توصل لكم. باي.